إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم تقريرا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 13 من نوفمبر الجاري بعنوان كيف تنعكس انتخابات أرض الصومال على توترات القرن الإفريقي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الحكومة الإريترية تدفع كفالة قيمتها أكثر من 22 ألف دولار للإفراج عن أنصارها الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب في إسرائيل. فيتو روسي يفشل مشروع قرار مجلس الأمن بوقف القتال الفوري في السودان بالتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى بورت السودان. ومفوضية الانتخابات في إقليم أرض الصومال تعلن رسميا فوز عبد الرحمن محمد عبد الله عرو رئيسا جديدا للإقليم. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أفادت شبكة واينت الإسرائيلية أن الحكومة الإريترية دفعت أكثر من 22 ألف دولار للإفراج عن العديد من أنصارها الذين اعتقلوا في إسرائيل خلال أعمال الشغب والعنف المتكررة بين أنصارها ومجموعة برجيد نحمدو. وقالت الشبكة إنها تأكدت من تسليم الحكومة الإريترية كفالة قدرها 84 ألف شيكلا إسرائيليا، أي ما يعادل أكثر من 22 ألف دولار عبر سفارتها. واعتقلت الحكومة الإسرائيلية عدة أشخاص من طرفي الاشتباكات التي أدت إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين. وبينما يطلق سراح البعض بين الحين والآخر، فإنه يعتقل في الوقت ذاته من تسببوا في إصابات خطيرة. هذا ولم يتضح عدد الأشخاص الذين دفعت لهم الحكومة الكفالة مقابل إطلاق سراحهم. ومع ذلك فقد رفض القاضي طلب إطلاق سراحهم بكفالة، وتهيمن النقاشات على وجوب ترحيل أنصار الحكومة الإريترية المسجونين حسب ما ذكر الموقع الإخباري. وتحاول الحكومة الإسرائيلية التي منعت أكثر من 20 ألف إريتري من إجراءات اللجوء وإصدار تصاريح الإقامة الدائمة لسنوات، تحاول إعادتهم إلى وطنهم أو أي دولة أخرى تقوم باستقبالهم، وتجري محادثات مستمرة مع السفارة الإريترية لضمان عودة الإريتريين الذين تم اعتقالهم بتهمة التسبب في أضرار للأشخاص والممتلكات. لكن عودة الإريتريين الذين يعارضون النظام باستمرار منذ 33 عاما تلقى إدانات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان مرارا وتكرارا. أسقطت روسيا باستخدامها حق النقد الفيتو يوم الاثنين مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تقدمت به بريطانيا وسيراليون يدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان، إلى جانب حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة. وأيد مشروع القرار 14 عضوا من أصل 15 عضوا، وهو ما أدى إلى انتقادات شديدة من مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا. فيما برر مساعد المندوب الروسي في مجلس الأمن لحق النقد الفيتو بأن بلاده كانت تأمل في وقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان في السودان، متهما البريطانيين بأنهم حاولوا خلال المفاوضات دون أي إشارة للسلطات الشرعية في السودان. بدورها رحبت وزارة الخارجية السودانية بالفيتو الروسي، وقالت في بيان
إن حكومة السودان ترحب باستخدام روسيا الاتحادية حق النقد، وتشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم واستقلال وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. بينما استنكرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الموقف الروسي في مجلس الأمن، وقالت إنه يشكل غطاء لاستمرار المذابح في السودان ويعيق جهود التصدي لأكبر مأساة إنسانية في العالم، ويترك الشعب السوداني يرزح تحت شبح الجوع والمرض والفقر. تزامن كل ذلك مع الزيارة الأولى للمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو، الذي وصل إلى بورسودان يوم الاثنين بعد أكثر من 10 أشهر على تعيينه، والتقى خلال زيارته برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وتركز نقاش الطرفين حول المساعدات الإنسانية وسبل إنهاء الحرب وفق بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني. أعلنت المفوضية الانتخابية في أرض الصومال الثلاثاء رسميا فوز المرشح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو رئيسا جديدا لإقليم أرض الصومال. وفاز عرو في الانتخابات بنسبة بلغت 63.92% من الأصوات، متغلبا على الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي الذي حصل على 34.81% من الأصوات. وقوبل فوز عرو باحتفالات واسعة النطاق أقيمت في جميع أنحاء أرض الصومال، حيث أشاد أنصاره برؤيته لمستقبل المنطقة. ويواجه الرئيس الجديد تحديات عدة، من بينها الصراعات الدائرة في إقليم صول، ومذكرة التفاهم التي أبرمها النظام السابق مع أثيوبيا، والتي أثارت جدلا واسعا في منطقة القرن الإفريقي، والعلاقة المستقبلية مع الصومال، والبحث عن الاعتراف بالمنطقة الانفصالية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 13 من نوفمبر الجاري بعنوان كيف تنعكس انتخابات أرض الصومال على توترات القرن الإفريقي. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لآثار وانعكاسات الانتخابات الجديدة لاختيار رئيس جديد لإقليم أرض الصومال الانفصالي. ولعل ما يميز هذه الانتخابات عن سابقها أنها تأتي في ظل توتر جديد في المنطقة أو الإقليم على خلفية المذكرة الموقعة مع أديس أبابا، حيث يرى رئيس الإقليم المنتهي ولايته موسى بيحي عبده في هذه الانتخابات فرصة سانحة لاستقلال الإقليم، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها حكومة مستعدة للاعتراف بأرض الصومال، في إشارة إلى أثيوبيا وفق ما ذكر موقع الصومال الجديد. كما حظيت هذه الانتخابات باهتمام أثيوبي غير معهود، بل وإشادة من المسؤولين الأثيوبيين وتهنئة حكومة الإقليم، حيث هنأت وزارة الخارجية الأثيوبية الجمعة إقليم أرض الصومال على النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم وفق ما جاء في بيان الخارجية. وتزامنت هذه التهنئة مع نتائج أولية كانت تشير إلى تقدم المعارض عبد الرحمن عرو، الذي أكد مواصلة الاتفاق مع أديس أبابا شريطة عرضه على البرلمان وفق ما نقلته وسائل إعلام صومالية. ولم تخفي الحكومة الصومالية تخوفها من المآلات التي تفضي إليها هذه النتيجة وانعكاساتها على الصعيد الدولي تجاه تعزيز علاقة الإقليم مع العالم الخارجي، والذي ترغب في أن يكون ضمن إطار سيادتها ووحدة أراضيها. وفي هذا الصدد اتهم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي مجموعة من السفراء المعتمدين لدى بلاده بانتهاك سيادة الصومال ووحدتها، مؤكدا أن بعض السفراء الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والحزبية في أرض الصومال أخفوا أنهم يمثلون بلادهم في الصومال، واكتفوا بذكر أسمائهم والبلد الذي ينحدرون منه، في حين عامل آخرون أرض الصومال وكأنها دولة مستقلة.
واعتبر الوزير تصرفات السفراء أمرا غير مقبول، وذكر أن وزارته استدعت سفير الدنمارك لدى الصومال ستين أندرسون عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، معتبرة ذلك تدخلا في سيادتها على الإقليم. وهذا الاستدعاء يعد امتدادا لسلسلة إجراءات تبنتها مقديشو منذ بداية العام عقب رفضها توقيع اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال بهدف تأكيد سيادتها وتضييق الخناق عليه دوليا، وذلك في محاولة للإبقاء على خيار العودة إلى المفاوضات مع الإقليم هو الخيار الوحيد لحل الخلافات. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم فيما يلي تقريرا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 13 من نوفمبر الجاري تحت عنوان: كيف تنعكس انتخابات أرض الصومال على توترات القرن الإفريقي؟ نتابع. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. يقول التقرير: أجرى إقليم أرض الصومال الانفصال الأربعاء انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على التوترات في منطقة القرن الإفريقي، خصوصا على الخلاف الصومالي الأثيوبي المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو. وبينما تنافس في الانتخابات 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدو، لم يعول المراقبون كثيرا على تأثير جذري للنتيجة على أزمة الاتفاق الأثيوبي في ظل دعم المرشحين ال3 للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال. ويقع أرض الصومال في الجزء الشمالي الغربي للصومال بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو في مايو أيار عام 1991 من دون أي اعتراف دولي. وتوجه الناخبون في أرض الصومال الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان التصويت بشكل سلمي حسب وكالة الأنباء الصومالية. وتعد الانتخابات هي الرابعة بالإقليم منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجرى عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية قامت بتأجيلها إلى نوفمبر الحالي مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم الذي يتولى الرئاسة منذ العام 2017، وذلك بدواعي قيود زمنية وتقنية ومالية. ويسعى 3 مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، من بينهم الرئيس الحالي موسى بيحي عبدو الذي ينتمي إلى حزب السلام والوحدة والتنمية، إلى جانب مرشح حزب واداني عبد الرحمن عبد الله المعروف بإيرو، ومرشح حزب العدالة والتنمية فيصل وارابي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان: كيف تنعكس انتخابات أرض الصومال على توترات القرن الإفريقي، وذلك ضمن حلقة الأسبوع من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية. وتجرى الانتخابات وسط تصاعد التوتر بين الصومال وأثيوبيا إثر توقيع الأخير مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال بداية العام الحالي تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولة مستقلة، وهو ما عدته الحكومة الصومالية اعتداء على سيادتها وأراضيها. ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال حسن شيخ علي من وزن الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال، ويرى أنها إجراء داخلي بإقليم جزء من الدولة الصومالية، مشيرا إلى وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال وبين رؤى وأفكار المرشحين للانتخابات. وأوضح حسن شيخ علي في تصريحات للشرق الأوسط أن الانتخابات يتنافس فيها 3 أطياف للقوى السياسية بالإقليم، مشيرا إلى أن الفريق الأول انفصالي متشدد ويمثله الرئيس الحالي للإقليم، أما الفريق الثاني
فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية، بينما الفريق الثالث ضد الانفصاليين غير أنه أقل تأثيرا. وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة صوت أمريكا العمل على تعزيز الديمقراطية والنمو الاقتصادي والحصول على الاعتراف الدولي. وفي وقت وعد فيه الرئيس الحالي للإقليم بتنفيذ الاتفاق البحري مع أثيوبيا، قال أقرب منافسيه المرشح إيرو الذي كان رئيسا لمجلس النواب بالإقليم إنه سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو للاعتراف باستقلال الإقليم، في حين تعهد المرشح وارابي بتشكيل حكومة وحدة وطنية حال انتخابه. واعتبر حسن شيخ علي أن الحكومة الصومالية تعول على فوز الجناح المعتدل بالإقليم أملا في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع ويضمن سيادتها على المنطقة، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا حال الإصرار على تنفيذ أثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان كيف تنعكس انتخابات أرض الصومال على توترات القرن الإفريقي، وذلك ضمن حلقة الأسبوع من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتدهورت علاقات الصومال مع أثيوبيا بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي لمواقفه ضد المساعي الأثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير الماضي، كما وقع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر في أغسطس الماضي أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية لمقديشو. وأعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور السبت أن أثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداء من يناير المقبل. ويفرق خبير الشؤون الإفريقية بمصر رامي زهدي بين نظرة الصومال وأثيوبيا للانتخابات في أرض الصومال، وقال إن مقديشو ترى في الاقتراع إجراء قانونيا شرعيا قد ينتج عنه فوز مرشح المعارضة، مما يعزز فرص الحوار مع الإقليم، في مقابل رؤية أديس أبابا الانتخابات خطوة جديدة تدعم انفصال الإقليم، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن الحكومة الأثيوبية تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال لدعم استقلاله بما يخدم مصالحها. ويعتقد رامي زهدي في تصريحات للشرق الأوسط أن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن تغير موقف حكومة أرض الصومال من الاتفاق مع أثيوبيا، ودلل بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم، مشيرا إلى أن التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات سيكون داخليا. وقال إن أديس أبابا استخدمت مؤخرا لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع أرض الصومال. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر. وقال في كلمة له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر الماضي إن حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق أهدافها. ورجح خبير الشؤون الإفريقية رامي زهدي مزيدا من التصعيد في قضية انفصال أرض الصومال، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية في الإقليم تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة في أمريكا برئاسة دونالد ترامب، على أمل أن تتخلى واشنطن عن سياستها الثابتة في دعم وحدة الصومال، وذلك بالاعتراف باستقلال الإقليم. ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الإفريقي بين مقديشو وأديس أبابا إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمر في أكتوبر الماضي قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الحكومة الإريترية تدفع كفالة قيمتها أكثر من 22,000 دولار للإفراج عن أنصارها الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب في إسرائيل.
فيتو روسي يفشل مشروع قرار مجلس الأمن بوقف القتال الفوري في السودان بالتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى بورت سودان. ومفوضية الانتخابات في إقليم أرض الصومال تعلن رسميا فوز عبد الرحمن محمد عبد الله عرو رئيسا جديدا للإقليم. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.